السلام عليكم، يعطيكم العافية. الأكلة كفتة بالطحينية جدا لذيذة تبارك الرحمن وسهلة. في ناس ما بتزبط معهم صوص الطحينية، جربوا هاي الطريقة. عندي لحمة مفرومة ناعمة، بتضيفوا الملح على حسب رغبتكم. بنضيف ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة بهارات مشكلة، نص ملعقة صغيرة من بهارات اللحم. بخلط اللحمة مع البهارات بهاي الطريقة. وأنا فارمة البقدونس والبصل بالسكينة، جربوا للكفتة افرموا البصل والبقدونس بالسكينة، رح يفرق معاكم الطعم. وأنا هارسة فص ثوم صغير كمان. بخلط المكونات مع بعض من 4 ل5 دقائق لتتماسك المكونات مع اللحمة المفرومة بهاي الطريقة. هلأ رح أشكلها أصابع، وممكن تشكلوها بالطريقة اللي انتو بترغبوها، تفردوها كلها بصينية، شكلوها على حسب رغبتكم. اللهم ديمها علينا وعليكم من نعمة، واحفظها من الزوال، لا تحرمها لحدا، وطعمي كل محروم وجوعان، اللهم آمين. بهاي الطريقة بشكلها أصابع، وبس أخلص الكمية كلها رح أخلي صينية تحت الشواي لتتحمر عندي أصابع الكفتة. أنا ما ضفت ولا أي نوع زيت، لأنه عندي لحمة عربي بالكفتة، رح تنزل دهن. خلصت الكمية، بخلي صينية تحت الشواي لتتحمر الأصابع الكفتة. ولأحضر صوص الطحينية، عندي علبة روب صغيرة، بضيف علبة الروب كلها. وعندي مقدار ربع كاس كبير من الطحينية، وعصير حبة ليمون كبيرة. بضيف رشة فلفل أسود ورشة كمون، الملح طبعا على حسب رغبتكم. وبضيف 3/4 كاس كبير مي، ورح أخلطهم بالخلاط. وبعد ما أخلطهم بخليهم بالجدر على النار مع التحريك المستمر لتغلى عندي صوص الطحينية. رح يكون عندي القوام بهاي الطريقة، ما بنخليها لا تقيلة ولا خفيفة. الطحينية كل ما طبخناها بتتقل معنا، فلازم تكون خفيفة. هلأ بحركها بهاي الطريقة، ورح أخلي صينية بالوسط بالفرن تلت ساعة لتطبخ مع الكفتة. بعد ما تطبخ مع الكفتة رح أخليها تحت الشواي أحمر الطحينية، وتعطيني لون جدا حلو. وبالعافية علينا وعليكم.